5 مشاكل هتقابلك وانت هتشتري عربية. ركز معايا بقى كده عشان انا جاي احلها لك. قهوتك اللذيذة بقى وركز معايا كده. اول مشكلة معايا النهاردة الاعلان المغشوش اللي انا متأكد ان ناس كتير منكم قابلته وعدت عليه. طيب الاعلان المغشوش ده بيبقى مضمونه ايه؟ بيانات عربية بالكامل تعجبك، فابريكا بالكامل، صيانات، توكيل، تربات، تدقيق، وتاخد حضرتك المشوار وتخسر وقتك وتخسر فلوسك بعد الكشف، لان انت بتكتشف ان الاعلان ده غشاش والبيانات كلها غلط، تبقى خسرت وقتك وفلوسك. طيب تاني اعلان او تاني مشكلة الاعلان الكاذب او الاعلان النصاب. واكيد برضو عدى عليك ان انت شفت اعلان لعربية لقطة، سعر لقطة، حالة من نوادر البوادر، وكلمت الراجل وده كان نصاب ومحترف واتك على الحتة دي. باشا لو عايز تلحق العربية ابعت لي عربون، ناس كتير بتتكلم عليه حالا يا فندم، تك 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 تك، انت خسرت. وشوف كم واحد زيك خسر العربون بتاعه لان بعد كده التليفون بيتقفل. تالت اعلان الاعلان الفيك، وحصل برضو معاك، يعني بص لغايه دلوقتي انت حصل معاك كل ده. الاعلان الفيك، انا نفسي ابقى عربيتي انا عارضها على ابلكيشن وبلف ادور الاقي عربيتي معروضه على ابلكيشن، بيانات عربيتي كامله، كل حاجه حلوه، صور عربيتي تحت بيتي، كل حاجه تمام. بس ده مش رقمي حضرتك، ده يا اسطى يا بنش مهندس، ده رقم مين؟ انا ما اعرفش. وفجاه تلاقي جاي لك تليفون، الو ايوه يا فندم انا معايا عميل لعربيتك وهاخد منك عموله 600,000 جنيه. طب حضرتك انا ما طلبتش الاوبشن ده، الخدمه دي، لا انا حضرتك عملتها بمزاجي من غير اي استئذان. فده بيبقى اعلان فيك. طب رابع نوع من المشاكل الاعلان المستفز. انا بستفز بسرعه، انا شخصيا بستفز بسرعه. اعلان بدون سعر. السعر بقى كام في الكومنتات؟ السعر على الخاص حضرتك. طب ليه السعر على الخاص وانت هتقول لي 100 وهتقول لي ده 150 وهتقول لي ده 300؟ ما ترزع السعر في الكومنت، ترزع السعر في الاعلان في الفيديو، قول ما تخافش، احنا كده كده عايزين نعرف، وفر علينا الاتصال بيك، لو السعر مش عاجبني مش هتصل. وده بيكون الاعلان المستفز. طب خامس حاجة الاعلان اللي ممكن يقضي على حياتك. هل ده حقيقي؟ اه ده حقيقي. طب هل ناس قابلته؟ اه ناس قابلته بالفعل، وهو الجزء الثاني الابجريد لاعلان النصاب او الاعلان الكذاب، وهو ان العربيه لقطه، حاله من النوادر، سعر ما حصلش في ما حصلش كله، وباشا انا هبعت لك عربون. لا يا فندم ما تبعتليش عربون، العربيه عليها كلام الحجز باسبقيه الوصول. باسبقيه الوصول؟ هات يا ام محمد الفلوس اللي عندك في الدولاب، هاتي ذهباتك يا ام خالد، هاتي اهو ولم، واطلع على العربيه جري عشان الحق حلم عمري. وهنا تكون اللقطه ان انت بترجع من غير فلوسك ومن غير موبايلك، وممكن ترجع من غير العربيه اللي انت رايح بيها، وربنا يستر بجد، لان انت لو طولت معاه في الكلام عنده استعداد انه يخسرك حياتك. فهنا دي 5 مشاكل معظمنا قابلهم او قابل اللي قابلهم وسمع من اللي قابلهم من اللي جنب اللي جنبهم، عدت عليكم. طب المشاكل دي بقالها كتير، بقالها سنين وأزلية. طب الحل؟ اوعى تلبس. لو مش عايز تلبس تابعني انا، واعوذ بالله من كلمة انا، جاي اقول لك ان انا هقلل عليك المخاطر وانت بتشتري عربية بنسبة 99.9%. ده ولدي تقول يعني ايه الكلام الجميل ده؟ لو عايز تعرف هعمل كده ازاي، انت بس اعمل لي فولو، عشان في القريب العاجل ان شاء الله هتلاقي الحل بين ايديك، وهتنزل تشتري عربية بعد كده وانت مطمن على وقتك وفلوسك ومشاعرك. انا عارف ان انت اصبت بالاحباط كثيرا الفترة الماضية. طب ازاي يا عم احمد هتعمل الكلام ده؟ ازاي؟ قول لنا. في القريب العاجل ان شاء الله هتعرف ازاي هعمل الكلام ده. كل اللي عليك دلوقتي حاجة واحدة بس، انك تصلي على النبي بجد، وتشوف كده الصلاة على النبي بتزغرط في الكومنتات، وتعمل لي فولو، عشان فايتك كتير قوي في سوق السيارات وهيفوتك اكتر لو ما عملتش فولو. وتعمل لي لايك، انا عايز لايكات. هي فين اللايكات؟ هي اللايكات دي بتروح لحمو بيكا بس؟ اللايكات بتروح لقرون مشاكل؟ استغفر الله العظيم، قرون مشاكل. فين اللايكات الحلوه بتاعتكم؟ والشير ده اهم حاجه، الشير، عشان احنا هنا بنعمل افكار حلوه، احنا هنا
بنجتهد بجد عشانكم، عشان انتوا تستفيدوا بوقتكم وفلوسكم ما تخسروهمش، فاحنا شغالين عشانكم. شير بقى عشان تساعدنا في الانتشار بجد، عشان افكارنا الحلوة توصل وتشمل السوق المصري كله. بجد هتلاقي حاجة احسن. احمد فاروق، اجانس اونلاين، والعرب بيقول لك ده المكان والاسم. ركز في الاسم ده واكتبه على جوجل لو عايز تجيلي. باتع موتور هو العنوان.